السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل قصر ثقافة الشاطبي كان معنا هذا اللقاء المميز مع الشاعر الكبير والمعروف طبعا لدى المجالات الثقافية الكبيرة، الشاعر والمذيع ومذيع الإذاعة والتلفزيون، الأستاذ الكبير الأستاذ عبد الله عبد الصبور. هنخليه بس يقول في عجالة، يقول كلمتين كده واحنا نكمل الأسئلة مع بعض إن شاء الله. اولا انا بسجل سعادتي بوجودي مع حضرتك. الله يخليك. واحنا بنشترك في الاسم. الله يخليك. وبنشترك في حب الاعلام. الله يخليك. وانا بشكرك جدا على فكره، وشايف ما شاء الله تغطيات حضرتك في الفتره الاخيره هايله جدا، وما شاء الله في كل وقت وفي كل محفل ثقافي. الحاجه حضرتك انت المعلم والمدرس لكل الاعلاميين. طريقه حضرتك السهل الممتنع اللي هي بيحبها كل الجماهير، وكمان مش كده وبس، ده القبول ده من عند ربنا، وانت عندك قبول كبير جدا وحب كبير جدا لجميع المجالات الثقافيه وكل من شاهد تلفزيون اسكندريه. طبعا احنا طبعا بنتوجه بالشكر لسيادتك، لان ده كان في اخر لقاء، لكن نتمنى من حضرتك لقاءات كتير متعدده، وانت في هذه الندوه الكبيره شرحت قصه حياتك الجميله اللي هي قدوه للشباب وقدوه لكل مذيع يتمنى ان يكون يقدم برامج مفيده وهادفه. شكرا لسيادتك، واتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق. انا بشكر سيادتك جدا وبشكرك جدا، بشكر اسكندريه اللي علمتنا كتير واللي ادتنا كتير، ودايما كل اللي بنعمله شويه قوي عليها، لكن دايما بنقول لعمار يا اسكندريه.